قواعد القوة النفسية أو كيفاش تكون قوي نفسيا. ما كاش لي يريبك في وقت اللي رانا محاطين بالمتلاعبين النفسيين اللي بغوا يطيحوا لك المورال ويخلوك تجري موراهم، الوقت اللي رانا في وسط النرجسيين والناس توكسيك. الور غادي نعطيك 7 قواعد كيفاش تكون صنديد في وسطهم وتتصدى لهم وما كاش اللي قد يخرب فيك. الحاجة الأولى، توقف عن استخدام دور الضحية. يعني هذيك تاع غبنوني حقروني علاه داروا لي كيما نهاك بصح انا ناس ملاح. دير في بالك باللي رانا في واحد الوقت كي شغل غابة، القوي ياكل الضعيف. يعني باينه غادي تكون غزاله ولا قنينه غادي تخرج كروكوديل تاكلك، ما غاديش يقولوا على الكروكوديل ماشي ناس ملاح ومنا فوالا. الور توجور يليق تاكلني ناكلك، تخرب فيا نكملك، تشكلها عليا نطفيك. الحاجه الزوجه، توقف عن تجنب التغيير. يعني تقعد في زون دو كونفور نهار فوتوكوبي تاع خوه، تقعد 100 عام ما غادي تبدل فيك والو. لازم لك توجور سي كيما يقول لك معارف جدد، ديبلاسي البلايص جدد، ما على باليش اسي دير هوايه. ما تخافش، قد ما تكتشف صوالح جدد قد ما حياتك يولي فيها قو، تولي فيها معنى. حاجه الثالثه، توقف عن ارضاء الناس، باسكو ارضاء هاد الناس اللي رانا عايشين في وسطهم غايه لا تدرك. ويقول لك تبقى النفوس الخبيثه خبيثه ولو اعطيناهم من الود اطنانا. يعني غادي تقطع راسك على جال هاد الناس، ما غاديش تكبر فيهم، غادي تطيح تقلعها من روحك تزيدها فيهم، ما غاديش يكونوا ساتيسفي من جهتك. اغلبيتهم انانيين ويبغوا غير رواحهم. الو خويا العزيز، نفسك اولا. الحاجه الرابعه خويا العزيز، توقف عن العيش في الماضي. يعني الباسي راح ما غاديش يعاود يولي، غادي تقعد عايش فيه، غادي تهرس الحاضر تاعك خويا العزيز. الماضي راح، اسي توجور خمم للمستقبل، والباسي نساه بكل ما يحمله به باللي فيه، ارميه خويا. الحاجه الخامسه واللي هي، توقف عن الخوف من الفشل. يعني تقعد خايف لا تسيي حاجه وغادي يستشفوا فيا غادي منا، سيي خويا العزيز، غادي تفشل اليوم تفشل غدوه، من غد غادي تجيبها في 90. سادسا، توقف عن تكرار نفس الاخطاء مره تلو الاخرى. يعني ما تقعدش دير نفس الصوالح اللي صدموك في حيط، دروك انت شفت هاد الطريق صدماتك في حيط، غادي غدوه تعاود تروح معاها باينه بلي غادي تصدم في حيط. يسي بدل. وكما يقول لك المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. كاين واحد المقوله واحده اخرى تقول لك انه من الغباء تكرار نفس الشيء بنفس الطريقه وتوقع نتائج مختلفه. سابعا واخيرا خوتي، توقف عن حب الانتقام من اعدائك ولا ناس داروا فيك الشر، تقعد تسيي تنتقم وتدير، والله ما غادي تقدر لهم حاجه. الانتقام الوحيد انه يشوفوك ناجح وفي القمه وتشوف فيهم من الفوق، هذه هي الحاجه اللي غادي تحرحرهم بها. باسكو رانا في وقت كيشوفوا انسان مافونسي وناجح ومنا والله لا يباتوا نايضين، هذه هي الحاجه الوحيده اللي غادي تنتقم بها. التاليه كاع خوتي اللي نختموا بها هذا الموضوع، لا تستسلم، كومباطي باطاي مهما كانت ظروف حياتك صعبه، غادي كيما يقول لك لذة الوصول تنسيك هذاك الجرجير اللي فت فيه.